انت عمرك وقفت قدام هرم وسألت نفسك ازاي المصري القديم بنى ده كله؟ يا راجل، ده الحجر الواحد في الهرم وزنه عشرات الأطنان، والعلماء لحد النهاردة مش فاهمين ازاي كانوا بيرفعوا الأحجار دي لفوق كده من غير ونش ولا أي معدات حديثة. في نظريات بتقول إنهم استخدموا منحدرات ضخمة حوالين الهرم، بس حتى كده الحسابات مش داخلة عقل العلماء. أما النقش والنحت بقى فده لغز لوحده. إزاي كانوا بينحتوا أدق التفاصيل على جرانيت ناشف جدا من غير أدوات حديد أصلا؟ وفي تماثيل زي تمثال خفرع مثلا ملساء كأنها اتنحتت بالليزر، بس إحنا بنتكلم عن آلاف السنين قبل أي تكنولوجيا. نيجي للتحنيط، ده موضوع تاني خالص. المصري القديم كان بيحافظ على الجسد بدقة غريبة جدا، لدرجة إن العلم الحديث لسه مش فاهم كل المكونات اللي كانوا بيستخدموها. والأغرب من كده إن لحد النهاردة محدش لاقي أي أثر لمعامل أو ورش واضحة في أماكن التحنيط أو النحت. يعني يا إما المصري القديم كان عنده علم متقدم جدا وضاع مع الزمن، يا إما كان بيستخدم تقنيات إحنا لسه مش قادرين نفهمها. بس اللي أكيد إن الحضارة دي كانت عبقرية جدا، لدرجة تخليك كل يوم تسأل نفسك هو فعلا إزاي المصري القديم بنى ده كله؟